سلام طويلة وحدوا القدام يا ويلاشا، سلام طويلة وحدوا القدام يا ويلاشا، كتافو طب يا السلهام يا ويلاشا، زيد المدير حتى حتى يا ويلاشا، طاطم السيري وحدوا القدام طلبوا لي الشلابة بغيتو دابا وعاودي برقيسكم يجري قدامو دير انا تمشي نجامو في العتيق ومرهم نحلامو الله يرضى عليه. في العالم اللي فوق المعدل العالمي. يا ويلاشا سلام طويلة وحدوا القدام يا ويلاشا، سلام طويلة وحدوا القدام يا ويلاشا، كتافو طب يا السلهام يا ويلاشا، زيد المدير حتى حتى يا ويلاشا، طاطم السيري وحدوا القدام طلبوا لي الشلابة بغيتو دابا وعاودي برقيسكم يجري قدامو دير انا تمشي نجامو في العتيق ومرهم نحلامو لكل طريقته الخاصة في تشجيع ودعم منتخب بلاده. هؤلاء المغاربة اختاروا القدوم من أورلاندو إلى هنا إلى أتلانتا بدراجاتهم النارية. ومن اورلاندو لهنا كانت 700 كيلومتر، وكانوا مغاربه بزاف ديال الدراجين من رويال مورو للدراري من الموروسايكل كلاب ديال المغرب، وجيت معاهم وكانوا تبارك الله اوفر 40 واحد ومازال جايين من اذر ستيتس. احنا مجموعه ديال الدراجين جينا من اورلاندو على المطار، ومن تامبا ميامي تلاقينا في اورلاندو وجينا لهنايا. 8 ديال السوايع في الطريق ولا تقريبا 10 ديال السوايع، ما كانت سهله. كان واحد الاستقبال حار من الجاليه المغربيه هنا في اتلانتا، وفي الطريق حتى الناس اللي تلاقينا معاهم امريكان وعرب وكل شيء فرحان بينا، وحنايا جينا باش نشجعوا المنتخب ديالنا، وحظ سعيد ان شاء الله. عندنا بروغرام عامر، الصباح غادي نفيقوا، كاين واحد بيك بريد هذا تكون مع الاخوان، واحد سيلبريشن، وغادي نمشي معاهم حتى التيران ان شاء الله، حتى الملعب ان شاء الله. وملي غنربحوا ان شاء الله غادي نحتفلوا عاوتاني كاملين. داخل هذا المطعم كان لقاء الدراجين بأنصار أسود الأطلس وسط أجواء مغربية خالصة. نجح أسود الأطلس في الفوز على البرتغال ب3 أهداف لهدف، ثنائية عبد الرزاق خيري وهدف عبد الكريم ميري. استطاع المنتخب المغربي أن يصنع لنفسه ذكرى بقيت عالقة في أذهان جميع المغاربة كبارا وصغارا. أصبح أسود الأطلس أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ ينجح في التأهل إلى الدور الثاني في إنجاز كأس العالم 1986.